عشان توصل لصورة سينمائية دايما بتحاول تصور على قد ما تقدر بأقل رقم، لان ده بيخلي الخلفية ناعمة وبيركز على اللي بتصوره وبيظهره، لان ده اللي بتشوفوه في السينما. الابرتشر هو الشفرات اللي على الكاميرا اللي بتخلي الضوء يدخل، وبنسميها اف ستوب عشان نحدد حجم الاضاءة اللي هنخليها تدخل. الشفرات بتفتح اكتر لما بتقلل الرقم وبتخلي ضوء اكتر يخش، وبتقفل لما بنزود الرقم وبتخلي ضوء اقل يدخل. وانا دايما بحب اصور الفيديوهات والابرتشر مفتوح على اكتر حاجه، لانه بيدخل اضاءه كتير وبيفصل الخلفيه عن المقدمه زي ما قلت، بانه بيخلي الخلفيه ناعمه وبيديها احساس اكنه حلم. وده حاجه حاولت احافظ عليها في تصوير افلامي من ساعه ما بدات. بحب دايما اشتري عدسات برايم لانها بتسمح لك تصور على اف نمبر 1.8 واقل، ولكن في بعض الاحيان لو بتصور في النهار مثلا، لو خليت الاف نمبر قليل عشان تخلي الخلفيه ناعمه، الصوره هتبقى اوفر اكسبوز. وزي ما قلنا الشاتر لازم يفضل دبل الفريم ريت، فمش هنلعب في الشاتر. في الحاله دي لازم تستخدم ND فلترز عشان تقدر تحافظ على كل العناصر السينمائيه اللي قلنا عليها وتدخل ضوء اقل، مع الحفاظ على ان الاف نمبر بتاعك يفضل على اقل رقم ممكن.